السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هاعمل لكم تحلية تحفة وسهلة وما فيهاش تكاليف كتير. نبداو ببركة الله. عندي كسرونة يعني حلة صغيرة، عندي شوية تاع الفراولة قطعتها صغيرة، عندي بقى أقل من ربع كيلو، قطعتها صغيرة، عملت لها معلقتين ولا 3 سكر، وعملت لها كيس فانيليا، وأقلب، أقلب، أقلب عشان يتشرب، وتعملوها يا في التلاجة لا تسيبوها على جنب. فوالا. وكان تشوفوا الريحة تاع الفراولة والفانيليا تحفة. آخُد هاديك الكسرونة الصغيّرة، أي الحلّة الصغيّرة، أعمل كيسين جيلي فراولة، كيسين كيما إحنا نقولوا فلان فراولة في الجزائر. ألوغ أعمل كيسين فراولة، ديجا الجيلي فراولة مسكّر، دونك حاجيب كوبايتين أو كوبايتين ونص مَيّة، أحاول أذوّب الجيلي دي عشان فيها السكر، واعملها على اقلب كويس قوي، واروح اعملها على النار. فوالا. اخليها تتقل شويه. بعد ما تقلت الفراوله شربت هذاك السكر والفانيليا والريحه تاعو طالع. حروح اقسم بين الكوبايات، عندي 6 كوبايات، حقسم الفراولة دي بين 6 كوبايات، ونخلي الجولي تكون بردت بعد ما عملتها على النار. أول ما غلات طفيتها وخليتها تبرد. أول ما بردت أروح أسقي في 6 كوبايات. فوالا. واسيبهم يبردوا، واخد الكسرونة تاني يعني الحلة الصغيرة، واعمل نص كيلو تاع الحليب. انا بدوب البودرة تاع الحليب في المية. واجيب 4 معالق نشا، معالق كبار نشا، واقلب اخلي النشا تذوب في الحليب. واجيب السكر، اعمل 3 معالق. شوفوا السكر على حسب الذوقة، اللي يحبوا مسكر قوي جولي مسكرة، وكنت عاملة شوية سكر في الفراولة، دونك عمل 3 معالق تاع السكر، واعملو على النار. أول ما يتقل نطلعو من النار وازود الشانتيي، اللي ما عندوش شانتيي يعمل فانيليا في الكريمة دي. فوالا. أقلب كويس قوي، واعمل معلقة صغيرة زبدة. آخر حاجة هي معلقة صغيرة زبدة. دلوقتي أنا عندي كريمة، الشانتيي تدي لها طعم تحفة. لو ما فيش شانتيي تعملوا كيس تاع فانيليا. دلوقتي اجيب الكيس هذاك تاع الكريمات، واملي الكريمة في الكيس، واروح ارسم في الكوبايات. ادخل الكريمة كويس قوي، واروح انزل على الكوبايات، اعمل رسمة حوالين الكاس كله. حوزع الكريمة في كل كوبايات. فوالا وزعت، واعمل في الثاني في الثالث في الرابع، يعني في ال6 كوبايات اعمل كريمة. بعدين جبت كريمة شانتيي، عملت لها نقطة تاع لون غوز، وعملت لها الريحة تاع الفراولة، وزينته من الفوق. فوالا. هاي الشكل الأخير. أتمنى أن الوصفة تعجبكم. بصوا حاجة تشرف. أهم حاجة حبايبي، لو عجبتكم الوصفة عملوها، وما تنسونيش في السبسكرايب واللايك عشان تشجعوني. وكل سنة وانتم طيبين. شوفوا ها، حقرب والله طلعت تستاهل بقكم. شوفوا ما شاء الله، ولا 5 نجوم. ان شاء الله الوصفة تعجبكم حبايبي. اهم حاجة تشجعوني، وان شاء الله كل مرة نزلكم بوصفة. فوالا. آخر أيام تاع رمضان ناكلوا تحليات، وكل سنة وانتم طيبين، وباي باي في الوصفة الجاية. باي باي، مع السلامة.